ده سماد أرضي محفز للجذور بتاعت النباتات وبيظبط البي اتش بتاع الحوض. إيه الحكاية؟ يلا نشوف. ده بديل للأكتف سويل. سماد أرضي بيحفز نمو الجذور والنباتات، بيقلل البي اتش بتاع المية ل6 ويخلي المية بتاعتي صافية مناسبة للجمبري كريستال أو أي حاجة عايزة بي اتش قليل زي الديسكس والأنجلوكا. بفرد منه طبقة بسيطة في قاع الحوض وبحط فوقيها الجرش أو الرمل بتاعي اللي هزرع فيه. دي النباتات اللي أنا هستخدمها. قسمت العيدان بتاعتي كلها نصين عشان أقدر إني أزرع مساحة أكبر. ضفت شوية مية للحوض عشان أزرع بشكل أسهل، وبدأت إني أوزع النباتات بشكل مناسب في الحوض. المفروض إن السماد دوت هيخليني أستغنى عن التسميد السائل، وكمان هيبقى كويس جدا للنباتات الصعبة. فلو حد يقدر يرشح لي نبات معين مثلا أجربه في الحوض وأشوفه هيكبر بشكل كويس ولا لأ، ياريت يكتب لي اسمها، لأني حقيقي معرفش نباتات كتير. بعد ما مليت الحوض برضو أنا حطيت الفايتر دي بما إنها بتحتاج مياه سوفت، العسر بتاعها قليل وبي اتش قليل كمان. حطيت أكل هنا عشان خاطر أتأكد إن كل حاجة تمام وإن الفايتر أكتف وما عندوش مشاكل. وما شاء الله الدنيا شكلها جميلة خالص. المفروض الفيديوز اللي جاية بقى هشوف تأثير السماد دوت على الزرع. فلو أنت مهتم تشوفه يبقى لايك وفولو للبيج عشان تعرف معايا.